أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل سريعا، وفي ضيافتي نجم من نجوم يعني قلعة ذئاب الجبل، نجم يمتاز بالأخلاق العالية، يعني بطهارة الأيدي، يعني في كل الصفات والسمات والرجولة والجدعنة، ابن البلد، حاول الكرة المصرية الكابتن عبد العزيز مصطفى. أهلا بيك كابتن زيزو. اهلا بيك يا محمد. منور الدنيا ومنور صوت يا النشيد. رب يخليك، يا رب يخليك. وانا بشكرك على وجودك معايا، وده شرف كبير ليا جدا. لا، شرف ليا انا والله يا محمد. حد بقيمه الكابتن زيزو يكون موجود معايا، فده بيديني ثقه، ويعني بيدفعني دايما للامام والله. حبيبي يا محمد، يا رب يخليك كابتن حبيبي. كابتن زيزو طبعا يعني الساده المشاهدين هو المدير الفني لفريق 2001 هذا الموسم. الموسم الماضي كان بيقود فرقتين 99 و2001. يعني عايزين قبل ما نتطرق للحديث في الفرقه، عايز بطاقه تعارف سريعه جدا كده مع الساده المشاهدين للكابتن عبد العزيز مصطفى. انا ابني من ابناء نادي المقاولين العرب من سن 9 سنين لغايه وقتنا هذا، ما خرجتش بره النادي. لعبت حوالي 360 ماتش ما بين افريقيا ودوري. الحمد لله كان ليا الشرف ان اكون كابتن من كباتن النادي المقاولين العرب. اتشرف وانتمي لقلعه نادي المقاولين. لعبت في كل المراحل السنيه بالنسبه للناشئين والفريق الاول، واتخذت منتخب مصر مرتين تحديد كابتن محسن صالح. الحمد لله تاريخ الحمد لله اعتز بيه جدا. كونك انك تعمل اسم واسم كبير في نادي المقاولين العرب، نادي ما فيهوش جماهير كتير او حد بيشجعه، دي حاجه كبيره. الحمد لله انا راضي عن مشواري الكروي في نادي المقاولين العرب. اكيد يا كابتن، واحنا كلنا بنفتخر بيك وبنتباهى بيك، لان انت فعلا مسيره حافله بالنجاح. لكن قبل ما نروح بقى للاسئله، اكيد انت قلت لي كلمه عايزين نقول كابتن رضوان الف سلامه عليك. كابتن محمد رضوان رئيس قطاع ناشئين نادي المقاولين العرب، المنقذ دائما سواء في فريق الاول او قطاع الناشئين. قلت لي قبل اي حاجه هقول التعارف واقول للكابتن رضوان الف سلامه عليك في دور البرد. انا عايز اقول بس للكابتن رضوان الف سلامه، مش هقول له المدرب ولا اللعيب، الانسان حاجه محترمه جدا، بيتعامل معانا بشكل ورقي، حاجه عاليه جدا. عمره ما غلط في حد ولا بيتكلم على حد، حاجه محترمه جدا. نتمنى له كلنا الشفاء ان شاء الله باذن الله، ويرجع لنا، لان احنا بصراحه بقى لنا 3 أو 4 ايام بدونه يعني حاسين ان احنا ناقصنا حاجه. هو وحشنا بجد والله. طبعا الحمد لله. يعني الف مليون سلام عليك كابتن محمد رضوان، القدير المحترم الانسان، قبل زي ما الكابتن زيزو قال يعني او لاعب او مدير فني او رئيس قطاع ناشئين، فهو في الاول والاخر هو اخ لينا ووالد لكل الناشئين نادي المقاولين العرب. كابتن زيزو كلمنا بقى عن استعدادات فريق المقاولين العرب فرقه 2001 خلال الفتره استعدادا لبطوله الجمهوريه، ويمكن اتحددت المواعيد زي ما حضرتك عارف. يعني احنا بدانا بعد حوالي بقالنا 3 شهور بفتره الاعداد، كانت طويله شويه لان ما كناش عارفين البدايه امتى. اشتغلنا مع اللعيبه وتم الغاء فرقه 2002 وخدنا احسن عناصر. كانت صعبه جدا ان احنا نمشي حوالي من 15 ل 20 لعيب، لان القوام بتاعنا المفروض يبقى من 22 ل 24 لعيب بناء على رغبات كابتن رضوان وطلبات كابتن رضوان، ودي حاجه مفيده جدا جدا بالنسبه لنا. السنه اللي فاتت كان في مشكله عندنا ان احنا السنه اللي قبل اللي فاتت كنا بنأيد 30 و35 و40، اما جه كابتن رضوان قال 20 و25، فطبعا كلنا يعني ذهلنا القرار 20 و25 وانا بلعب جمهوريه وكل في الاسبوع ماتشين، فعمليه صعبه. حتى انا طلعت كابتن رضوان وقلت له، قال لي لا اشتغل بس ما تقلقش وبتاع، وكان رايه بصراحه 10 ل10. اشتغلنا مع حوالي مجموعه لعيبه، ايدنا حوالي 21 لعيب واشتغلنا الحمد لله، كان العمليه كويسه جدا. واشتغلت في حدود 16 ل 10 لعيب، والنتاج ان كان 6 لعيبه في الفريق الاول بيمضوا عقود السنه دي، حاجه مشرفه جدا. سيبكم من البطولات والحاجات دي كلها، هو ده الهدف. ايوه الهدف الكبير ان انت تمضي ناس ولاعيبه الكوره كويسين باشاده جميع المسؤولين في النادي. وفي عندي كمان حوالي 4 5 يطلعوا درجه اولى. ده يعني لسه كمان ما يعني احنا عندنا عناصر كويسه. انا عايز اقول لقطاع الناشئين، ما تيجي نقول كده اللي تم تصعيدهم احمد خالد، احمد خالد سلباك، محمد احمد سيحه حارس مرمى، احمد خالد مساك الشباب كمان، منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين، محمد مصطفى، ايوه، احمد الشاذلي، ايوه مصطفى الشاذلي، زياد طلبه يعني عندنا عناصر. تايسون عندنا عناصر كمان مبشره، عندنا محمد كمال وحموده وعثمان، مش عايز انسى حد، وبلال وعندنا عناصر كويسه قوي. فعلا يا كابتن، الفرقه عندك بسم الله ما شاء الله. يمكن في فتره من الفترات الكل كان يعني شاهد وشاف فرقه 2001 يمكن
يمكن عايز اقول يمكن مش سوء اختيار في قياده الكابتن ريو لما كان رئيس قطاع الناشئين، يمكن هو مسكها تولاها اكتر من مدير فني، لكن عملت بيها نتائج ما حصلتش الفترات اللي فاتت، وخاصه في الموسم اللي لم يكتمل بسبب فيروس كورونا. يمكن انا كنت على اختلاف مع كابتن رضوان السنه اللي قبل اللي فاتت لما اداني الفرقه دي، وطلعت اتكلمت معاه قلت له الفرقه دي يا كابتن بقى لها 7 سنين بتطلع السابع والتاسع والعاشر، ودي من الفرق الوحشه جدا في النادي. انت خدتها معاه 8 بونت او 4 بونت. فقال لي لا احنا نشتغل بس يا زيزو، احنا جايبين مدرب يحل مشاكل. اي مشكله في الفرقه انت بتحلها. احنا جايبين مدرب كويس ونشتغل. فبصراحه كابتن رضوان اداني الامل ان انا اشتغل على حاجات بعض الخطوط بيني وبينه وكده، واشتغلنا واجتهدنا والحمد لله. كان السنه اللي فاتت موسم هايل لفرقه 2001 بدليل ان احنا يعني طالعين الثالث بفرق حوالي 3 بونت عن الاول قبل كورونا. واقل فرقه كمان اقوى دفاع. لا وسيبك من الترتيب، احنا بنتكلم في العدد اللي طلع تم الناس الناس اللي اتطورت مستواها وبقت فوق في الدرجه الاولى. حاجه جميله يعني. انت النهارده ما بتتكلم في 6 لعيبه من فريق واحد بس. خد بالك ان احنا عندنا كمان فرق كويسه ولاعيبه كويسه في 2003 و2004 طبعا هم تحتينا. طبعا ففي عناصر كويسه كتير في النادي. ايوه اكيد. عايزين بس التوقيت امتى يتزقوا في توقيتات معينه، لما تكون الفرقه فايقه، فرقه بتكسب، الفرقه واقفه على رجليها في توقيتات معينه، هتلاقي اللعيبه دي كلها ما شاء الله كويسين. اكيد. لا وان شاء الله باذن الله يعني انا عايز اقول في عجاله كده برضو الكابتن محمود العارف بيقود فرقه 99. طبعا بنتمنى له كل التوفيق هو وجهازه الكابتن حماده طبعا يوسف. عليه عبء طبعا لان هو الفرقه اللي تحت الفريق الاول. وهو عامل، انا شفت فرقته وهو عامل فرقه كويسه ولو احتاج من عندنا ما فيش مشكله خالص يعني. اكيد. ما هو ده زي ما انت قلت كده حضرتك كابتن، كان الهدف من سياسه تقليل عدد القوائم. يمكن اتحاد الكوره عملها، يمكن كان صاحب الفكره في البدايه الكابتن رضوان زي ما ذكرت. انا عايز اقول هو سياسته التصعيد. النهارده 99 هيحتاج من 2001 او 2002 اللي تم دمجها، حضرتك هتساعده. لكن انا عايز اقول ان هو فعلا عمل فرقه كويسه الفتره اللي فاتت، باين قوي في الماتشات الوديه. كابتن محمد عبد العزيز 2003 عمل ماتشات كويسه جدا. كابتن مجدي مصطفى 2006 عمل ماتشات وديه كويسه جدا. سامح يوسف، كابتن سامح يوسف 2007 ومصطفى مارين جهاز محترم. كابتن شيمي 2004 طبعا. انا عايز اقول ان يعني الحمد لله رب العالمين. انا دايما اقولها ان ديت احقاقا للحق وليس رياء، ومصر كلها قالتها، وكل من ينتمي لمنظومه كره القدم وكان يعلم ظروف قطاع الناشئين في العهد السابق. يعني يمكن السن يعني الوقت برضه الكابتن لما جاء لنا الكابتن محمد رضوان، انا دايما قلتها وبقولها في كل برنامجي، المنقذ اللي اعاد هيبه قطاع ناشئين نادي المقاولون العرب. هنرجع لاستعدادات وافضل اللعيبه في الفتره اللي جايه. احنا قلنا 6 تم تصعيدهم، ومجموعه اللي اكيد انت رشحتها محمد كمال وغيره من اللعيبه وحموده وحسونه كمان. وحسونه طبعا مش عايز انسى حد. الماتشات الوديه الفتره اللي انت قبل البطوله، يعني حاسس ان الفرقه ابتدت تنفذ الفكر بتاع حضرتك في الملعب؟ شوف احنا قدامنا اسبوع او 10 ايام. احنا كنا شغالين الفتره اللي فاتت كان على بدني كتير، على جيم كتير. الفتره اللي فاتت دي، الفتره اللي جايه دي هتبقى تحفيز للمراكز. ازاي هنشتغل لما نلعب بطريقه معينه، هنلعب ازاي بره، هنلعب ازاي، عايزين الماتش ده ايه. كل الحاجات دي الاسبوع او ال10 ايام اللي جايين دول كل الشغل مش هيبقى بدني، كل الشغل تحركات، وازاي تقف وازاي تدافع، والكره مش معانا، الكره معانا ازاي هتهاجم. كل الحاجات دي طول ال10 ايام اللي جايين ان شاء الله بتحفظ بقى. بنحفظ. كابتن زيزو، يعني الكل النهارده بيبص على قطاع ناشئين نادي المقاولون العرب الرائد دائما. يمكن في بعض الانديه يمكن سبقتنا، ممكن يكون ماديا، ممكن يكون، لكن امكانيات وافراد نادي المقاولون رقم 1 على مدار تاريخ الكره في مصر. يمكن الفتره اللي جايه كله بيبص زي ما قلت لحضرتك، لكن هل الكل يتساءل هل ممكن يكون في صلاح في النني الثاني موجود في الاحتراف الخارجي؟ وارد. احنا بنشتغل على اساس احنا بص خلي بالك، القطاع او النادي او الفريق الاول ما بيقومش الا بمجلس اداره قوي. مجلس الاداره بتاعنا مساند قوي لقطاع الناشئين، اكيد بقياده المهندس محمد عادل والمهندس محسن صلاح. طبعا. فبالتالي انت اما بتلاقي ظهرك مسنود فبتشتغل بحريه. احنا بنشتغل بحريه وعندنا لعيبه وعندنا خامات، بس زي ما قلت لك التوقيتات معانا بصراحه جهاز فني فريق اول على اعلى مستوى. الراجل الكابتن عماد النحاس ده يعني على طول مساند، على طول بيسال، على طول بيقول، على طول يعني تحس ان هو يعني ايه لعب معانا وابن النادي واخونا. فلما بتتكلم معاه بحريه. انا عندي لعيب كذا،
لي طب يا زيزو طب استنى شويه عليا، يا زيزو طب هاتوا النهارده. فتلاقي الجهاز الفني رامي طبعا عادل ومش هنسى حد وزهران وعلاء، كل الناس دي يعني اخواتنا. فما بتتكلم معاهم كابتن محمد فتحي برضه عشان ما ننساهوش طبعا كابتن محمد فتحي مساندين لينا. فلما تلاقي الناس دي كلها مساندين ليك انت بتشتغل بحريه وتقدر تتكلم معاهم في اي وقت. عايزين كذا، طب احنا عندنا كذا، طب شوفوا كذا. فكل الحاجات دي بيحكمها مجلس اداره قوي، مجلس اداره حكيم، مجلس اداره كمان واقف في ظهرنا بيوفر كل مسانده. المهندس محمد عادل، المهندس محسن صلاح يعني على طول معانا. طب اكيد في حاجه كويسه. وبرضه مع الوزير السابق حسام بيه امام اكيد في ظهرنا، نائب رئيس مجلس الاداره، كل مجلس اداره يعني بسم الله ما شاء الله. يعني بامانه يعني يمكن الفتره اللي جايه يمكن الناس بتكلمني على يوسف حسن، هل هو ممكن يكون امتداد لصلاح او النني؟ فيعني جالي السؤال ده، فانا حبيت اساله لحضرتك، وانت يمكن دربت يوسف في مراحل مختلفه. بص يعني هو لاعب كبير، لاعب كويس، بس العقليه ايه؟ عقليه محمد صلاح كانت بتختلف، عشان كده وصل بسرعه. او بمعنى اصح عقليته انا مرنت محمد صلاح. وطبعا انا شريك ممكن مرنته تكون اسبوع اسبوعين، لكن في ناس مرنته كتير، كابتن محمد عبد العزيز، كابتن رضوان، كابتن حمدي نوح، كابتن سعيد الشين، انا ما اعرفش مين مرنه بالظبط، لكن كله شريك في نتاج محمد صلاح. يوسف لعيب كوره كويس، يوسف في الملعب فنيا كويس قوي، لكن عقليته ايه؟ لسه ولد صغير، لسه ما بانتش الرؤيه. لكن هو لعيب كوره، لا لعيب كوره ما شاء الله عليه، بس هو عقليته ايه؟ هو هيفكر من ازاي؟ واحد من واحد لواحد. اكيد لكن هو فنيا لعيب كبير عالي. يعني يوسف حسن مواليد 2003، بس بنفكر الساده المشاهدين بان هو مواليد 2003 وتم تصعيده يمكن في بعض العروض جات له، يمكن كان ابرزها نادي الاهلي. كابتن زيزو يعني الفتره اللي جايه يعني في ازمه كورونا المستجده، وشفنا قد ايه لعيبه الاهلي والزمالك وناس مصابه بشكل متوالي باستمرار. يمكن انت شايف لقاء القمه رايح لفين؟ انا حاسس ان هو هيتلعب، لان احنا مش عايزين نقف تاني. تقف تاني يعني حاجات كتيره قوي بتنقصنا. اقتصاد بيقع، لعيبه بتبطل، ناس مش لاقيه تاكل، فلا احنا بنشتغل ولازم يبقى في حاجه احترازيه للناس. يعني انت بتشتغل، بتحافظ على نفسك. احنا عندنا في نادي المقاولين العرب قطاع الناشئين، يعني بصراحه مشكورا كابتن المهندس محمد عادل مع كابتن رضوان مع الناس المسؤوله في النادي، مش عايز انسى حد، وفروا كل حاجه. احنا ما عندناش الحمد لله في القطاع حاله واحده. ليه؟ لان احنا ما فيش غرفه ملابس، بنشتغل كلنا في الهواء. لا يورب يعني في جهاز حطوه على يعني انت لازم تحافظ على نفسك. ما احنا لازم نتعايش مع لازم نتعايش. وبعدين يعني برضه اسمح لي اقول ان انا بقدم كل الشكر لكل المسؤولين وعن يعني مؤسسات الدوله، يعني طبعا فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني وكمان ازمه اللي هي اللي معموله لحلول الازمه. يعني في يعني موضوع كبير جدا، والناس شغاله سواء في الصحه شغاله. يعني احنا كنا يمكن الناس بتستغرب ان مصر يعني في ظل الحراك اللي احنا بنشوفه والعدد برضو لازال في سيطرة عليه. يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لازم الدنيا مدي قرارات بان الناس تشتغل، بان البلد مش هتقف تاني، لكن برضو زي ما حضرتك قلت دورنا احنا كمواطنين الالتزام ونحافظ على نفسنا. طبعا. لكن انت طبعا انا عارف ان انت مش عايز اقول انت بتشجع ايه، لكن انت يعني شايف مين ممكن يقدر يكسب المباراة؟ يعني شوف انا مش هقول مين هيكسب المباراه، لان الماتشات دي بتبقى ليها حسابات تانية. لكن هل جماعيه النادي الاهلي هو ده اللي هيفرق؟ جمعيه النادي الاهلي هيكسبها فرديه النادي الزمالك؟ افراد نادي الزمالك لعيبه كوره كويسين، لكن جمعيه النادي الاهلي حاجه محترمه جدا. فهنشوف بقى القوتين مين هيكسب. المهاره ولا التكتيك؟ الافراد الفرديات ولا الجماعيه. ودي حاجه صعبه جدا في الكوره انك تقارن بين دي ودي، وما تقدرش تقول مين هيكسب مين. وانت ايه رايك في اغلاق اللي شفنا في السوشيال ميديا، اغلاق المقاهي؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ الناس عايزه تفرح. انا شايف انها ايجابيه بصراحه. انا يمكن نزلت الماتش الزمالك والمغرب اللي فات، حاجه صعبه جدا. القهاوي مليانه على اخرها، حاجه صعبه جدا جدا. والشحن زياده عن اللزوم، وهيحصل كوارث، والحمد لله ربنا ما يعملش حاجه وحشه. ان في كورونا ماتش الزمالك والاهلي دوت لو في جماهير هيحصل كوارث. فالحمد لله ان هم خدوا القرار دوت. انا شايف ان قرار 100% صح.
بس تم اصابه يمكن اصابه اللاعب كريم عبدون 2003 في نادي الزمالك بفيروس كورونا، وده اللي هنرجع له لما قلت ان مجلس الاداره بيوفر كل الاحتياطات والاحترازات الواجبه اتخاذها. يمكن بندعي الكريم عبدون لاعب خط وسط 2003 نادي الزمالك، هو بيخضع دلوقتي حاليا لعلاج. يعني اتمنى نصيحه، وحضرتك تقول نصيحه للانديه خاصه الانديه الكبيره، لازم نخاف على ابنائنا شويه. بتبقى برضه زي ما قلت لحضرتك مجلس اداره مع رئيس قطاع الناشئين مع الناس اللي موجوده في النادي، هم اللي بيحطوا الاساس. دي سياسه. احنا دلوقتي ما حدش بيخش الا مثلا يعدي على جهاز، احنا ما حدش يخش الا بقياس حراري، احنا ما حدش يخش اوض ولا ملابس ولا الكلام ده كله في الهواء بيغير. احنا لما تخلص ماتش تمشي تروح على طول. احنا الاكياس ممنوعه، الازاز ممنوع، كل واحد يجيب ازازه من البيت بتاعته، كل الحاجات دي مطلوبه في الكوره. يعني انا بقول يعني يعني نادي الزمالك نادي كبير، يعني النهارده لما يظهر حاله في 2003 ده خطر جدا، مشكله طبعا، مشكله ومشكله كبيره. اتمنى نادي الزمالك مؤسسه كبيره ومنظومه كبيره، يعني بعض الاحتياطات يعني يهتموا، يعني لازم يهتموا، لان النهارده يعني لاعب 2003 كريم اكيد صافح ناس كتير، اكيد قعد مع اجهزه، فاتمنى نادي الزمالك يعني، وانا عارف ان هو قادر ان هو يقدر يوفر كل حاجه. يعني خلي بالك كورونا كمان خطر في حاجه معينه، ان انت ممكن يكون عندك كورونا بس انت عندك المناعه قويه فما يبانش عليك، بس هتعدي ناس كتير. فلازم يبقى فيه وقايه كويسه قوي، لازم يبقى فيه حاجات يعني معموله في الانديه. ما احنا مش عايزين نرجع تاني لورا، عايزين مجرد ان واحد يظهر هنا وواحد يظهر هنا واثنين يظهروا هنا الناس توقف. من اللعيبه الناشئين اللي لفتوا نظرك اللي تم تصعيدهم، يمكن انا في مره من المرات يمكن قلت انا بشكر فيروس كورونا، لانه ادى الفرصه والمساحه ان الاجهزه الفنيه للدرجه الاولى تبص على قطاعات الناشئين. يعني لاعب مميز لفت نظرك سواء في الاتحاد في المصري في الدوري المصري، ان هو تم تصعيده، وقلت فعلا اللاعب ده كان من فتره يستحق، او الولد ده كويس جدا، او لاعب مميز في الانديه اللي تم تصعيد الناشئين فيها. شوف انا بالنسبه ل 2001 انا طبعا عشان لعبت السنه اللي فاتت موسم دوري قوي، انا من اول خالص قلت في شحاته دوت بتاع الجيش لعيب كوره كويس قوي، اللي في نص الملعب اللي بيلعب اساسي دلوقتي في الجيش. في ولد اسمه عبد يعني مش عارف في الاتحاد لعيب اشول، لعيب كوره كويس 2001. هو صعدوا 3 في الزمالك طبعا عندهم فرودين ما شاء الله لعيبه كوره كويسين، اللي هم بيلعبوا اللي جابوا الجول الاخير اسامه فيصل وواحد تاني. يعني في لعيبه كوره في 2001 صعدوا ولاعيبه كوره كويسين هيكملوا. احنا عندنا احمد خالد مساك وسيحه حارس مرمى حارس مرمى، اما ياخدوا طبعا مع الناس الثانيه اما ياخدوا برضه لعيبه كوره كويسين. في احمد بتاع الزمالك احمد اشرف، لا احمد الباك رايد، احمد عيد لعيب كوره كويس. يعني مع الماتشات مع التوقيتات هتلاقي لعيبه كوره كويسين في مصر، اشرف واحمد عيد. لكن انت ايه رايك بقى في رد الفعل العنيف بتاع الكابتن ربيع لما قام بطرد اللاعب الاهلي العربي بدر بيهزر واخر يعني تهريج، انت رايح معسكر؟ دي بقى العقليه اللي بقول لك عليها. ده عربي دوت من لعيبه كويسه قوي قوي في مصر، وهيبقى لعيب كويس قوي. هو اصلا مش باك رايت، هو اصلا ديفندر. يمكن صورته معانا على الشاشه كده، لعيب كوره كويس قوي. لكن العقليه هتوديه فين؟ ما احنا ياما لعيبه كتير قوي جات لنا وكانوا جامدين قوي، بس العقليه بتتوههم. صح. فالعقليه هتودي. عشان كده بقول لك على مين؟ على يوسف، لعيب كوره كبير. بس انا العقليه فين؟ هل هيبقى منضبط؟ لو منضبط هيحترف، مش هيقعد في مصر. بالنسبه لاختيارات الكابتن ربيعه كابتن زيزو، شايفها راحه للصواب قوي ولا فيها نوع من المجاملات؟ بدايه 2001 جيل 2001 من قيمه سنتين كان جيل صعب جدا، كان جيل وحش جدا. كان كل مصر بتقول لك اسوأ مفيش لعيب كوره. بصراحه كابتن ربيع ياسين انا يعني انا ما مسك والله انا كلمته قلت له يا كابتن ربيع انا مشفق عليك، الجيل دوت جيل صعب. انا اشتغلت مع العيال دي مثلا بقالي سنه، واللعيبه دي طول الموسم بلاعب الفرقه كلها. جيل صعب قوي يا كابتن، وما فيهوش لعيبه كوره وما فيهوش حد يعمل لك فرق وبتاع. قال لي على الله يا زيزو. انا لما شفته في دوره اللي في السعوديه انا كلمته اول ما جه عمل فرقه. بصراحه كابتن ربيع راجل يعني صبور جدا، وبيدي فرص وبيلف كتير وعنده شوق للشغل وحاجه محترمه جدا. وان ما جاش هو تلاقي وعشرته هو لعيب، حاجه محترمه جدا. انسان نقي.
فربنا بيديله لان هو بيتعب. بيتعب. فربنا ييسر له الحال ان شاء الله الدوره اللي جايه دي ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني يشرفنا ويفرحنا ان شاء الله. ان شاء الله، ده يبقى حاجه كويسه جدا يعني. لكن هل في حد من اللعيبه عندك يعني بتهمس في اذن الكابتن ربيع في الفتره اللي جايه ممكن يبص عليه؟ يعني همس كده في لو اذن قلت ربيع ياسين؟ لو قلت يبقى انا دلوقتي بقول اي كلام، لان هو اصلا خلاص ناقص حوالي اسبوع و10 ايام على يعني لكن انا عندي احمد خالد ده وكلمته عليه لعيب كويس جدا. عندي تايسون فرود لعيب كويس جدا. عندي زياد طلبه، عندي لعيبه. عندي محمد كمال ده لعيب كبير يعني. محمد كمال. عندي فارس لسه جايبه السنه دي هيبقى مفاجاه السنه دي. يعني عندي محمد مصطفى. عندي انا طبعا من اصحاب عشان بحب لعيبتي فبقول لعيبه كتير. عندي مانش، عندي ماجد، عندي بلال، عندي لعيبه كتير. ايهاب، الشاذلي، حموده. يعني يعني عندي لعيبه كتير. بس انا عشان انا بطبيعتي بحب لعيبتي فبقول الاسامي. وماجد يوسف ماجد، وانا قلت ماجد يعني عندي لعيبه كتير. عندي لعيبه كتير. مجدي ولا ادهم وادهم احمد سعيد يعني كلهم لعيبه كويسه ولا لا. بص مش عايز عندي لعيبه كتير. لكن هو ماسك منتخب. انا ما بقول عندي لعيبه بدور في نادي وبس. لكن هو ماسك منتخب مصر كلها. هو على كل يلف في النجوع والله. فايه البؤره كبيره بتوسع. فهو بيختار الانسب بالنسبه له. خلي بالك كل واحد من وجهه نظره حاسس ان هو صح. يعني انت ليك وجهه نظر ان زيزو دوت لعيب كويس. واحد تاني يقول لك زيزو وحش. وجهه نظر. دي تحترم ودي تحترم. واخد بالك لان ما فيش يعني انت فاهم قصدي ايه؟ اكيد يا كابتن، وانت انسان محترم. يا رب يخليك. شرفتنا يا كابتن. يا رب يخليك. واسمح لي كده اخد منك كلمه اخيره لصوت الناشئين، وكلمه اخيره منك مع الساده المشاهدين بقى. يعني بالنسبه للبرنامج احنا متابعينه والناس متابعاه. يعني انا بشوف في النادي رد الفعل عندنا كويس جدا. يا رب يا مسهل تبقى احسن واحسن. يا رب يخليك. انت تستاهل كل خير يا محمد، وحاجه محترمه وراجل انا بحبك. انت عارف في النادي وراجل محترم. يا رب يخليك. يا رب يخليك. اما بالنسبه لجمهور مصر اتمنى نبذ التعصب في مباراه اهلي وزمالك. احنا كلنا مصريين وكلنا اخوات واصحاب. ما ينفعش حد يتخانق مع حد على قهوه او حد يضرب حد عشان خاطر ماتش. شجع ومبروك وهارد لك وخلص الموضوع. شرفتنا يا كابتن، ويعني كلمه جميله جدا جدا، نبذ التعصب. واتمنى كمان من الاعلاميين الكبار الاساتذه بتوعنا اللي بنتعلم منهم، اللي هم اللي يبتدوا كمان. لكن هم للاسف في البعض منهم بياخد يعني ما بقاش حيادي بناء على انتمائه للنادي اللي لعب ليه او اللي هو بيشجعه. يمكن دي كلمه كانت جميله جدا من حضرتك، هختم بيها. اتمنى مع حضرتك برضو وبوجه رسالتي للاعلاميين الكبار بتوعنا، اساتذتنا اللي بنتعلم منهم. انتوا الاساس، انتوا اللي بتشافوا بشكل كبير جدا جدا جدا. انتوا اللي هتقدروا تقضوا على نقطه التعصب ونبذ التعصب. اعزائي المشاهدين، بكده تكون انتهت حلقتنا اليوم من صوت الناشئين. بشكر نجمنا الكبير على حضوره النهارده، كابتن يمكن نجم الاخلاق، وقلت كتير جدا عليه. شهادته هتكون في مجروحه الكابتن عبد العزيز مصطفى، الكابتن زيزو، نجم قلعه ذهاب الجبل ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني لفريق 2001 لنادي المقاولون العرب. دمتم في امان الله، ونلتقي بكم في الثلاثاء القادم في تمام الساعه 6 وصوت الناشئين.